دكتور علم ان احنا يعني في فقره كنا اتكلمت مع حضرتك قبل ما ندخل انحشار ايوه الاوتار الدائريه. طيب احنا لما نيجي نتكلم على موضوع انحشار الاوتار الدائريه ده موضوع مهم، والضوء مش مسلط عليه بدرجه كافيه، لان هو تقريبا زي موضوع خشونه الركبه وانتشارها بين الناس. فلو اتكلمنا على ما يقابل الخشونه في الركبه في الكتف، هيبقى هو انحشار الاوتار المدوره لمفصل الكتف. فبنلاقي ان الاوتار دي بتبقى اوتار صغيره تحت العضلات الكبيره، وهي المسؤوله عن ثبات مفصل الكتف اثناء حركه الدراع ككل بالعضلات المحوريه الاساسيه الكبيره زي البنش او العضله الداليه او الترابيس او الترابيزيوس. يعني العضلات دي لما بتتحرك الايد في جميع الاتجاهات، الاوتار المدوره للكتف هي اللي بتثبت المفصل في مكانه عشان ما يتخلعش بسبب حركه العضلات الرئيسيه الكبيره. فاللي بيحصل ان هو ساعات اللي يحصل فيه عدم ثبات شويه في المفصل بتاع الكتف، فبالتالي الاوتار اللي هي المدوره الاوتار الدائريه دي بتخبط في عظمه اللوح من فوق وبتسبب التهابات. ممكن يحصل قطع جزئي او قطع كلي في الاوتار، وبعد كده الموضوع بيسوء اكتر لخشونه كامله في المفصل، وساعتها بتحتاج تغيير مفصل او عمليه تغيير مفصل. في البدايه من اعراض انحشار اوتار الكتف بنلاقي مثلا المريض يقول انا في حاجه على الرف ما بقدرش اجيبها من فوق، بتبقى حاجه عاليه، او مثلا ما يقدرش يقلع هدومه، يجي يلف ايده لورا ما يقدرش، او لما يجي ينام بالليل يجي على الجنب الكتف اللي هو تعبان ويجي ما يقدرش ينام عليه، يلاقي فيه الم شديد.